هشارككم النهاردة بأنواع الذكاءات وتأثيرها على استقبال الطفل للدراسة وإزاي نكون بنتعامل معاها. هنكون طبعا بنقسم الأمر ده لمرتين لأنها طويلة حبتين. في الأول هنتكلم عن أنواع الذكاءات. هاتي ورقة وقلم واكتبي معايا سمات الذكاءات دي عشان تعرفي طفلك ايه ذكائه، وتعرفي معايا المرة الجاية هتذاكري معاه ازاي بحسب نوعية ذكائه. أنواع الذكاءات بصفة عامة هي القدرات العقلية اللي بتخلي الطفل يقدر يتعلم ويتذكر المعلومات ويوصل للحلول الملائمة للمشكلات، وطبعا دي بتختلف من شخص لشخص. كان في 3 نظريات عن أنواع الذكاءات. النظرية الأولى اسمها الذكاء الثلاثي لروبرت، والنظرية الثانية الذكاءات المتعددة لجاردنر، والنظرية الأخيرة لجولمان اللي هي الذكاء الوجداني. نبتديها واحدة واحدة. نظرية الذكاء الثلاثي بيقول كده إنه في 3 أنواع لذكاءات: أكاديمي يعني شاطر في الدراسة، اجتماعي يعني شاطر بصفة عامة في التواصل مع الناس، وفي الذكاء الثالث المهاري يعني شاطر بصفة عامة في التعامل بكل ما يخص الأمور الفنية زي الرسم، النحت، إصلاح الأجهزة الكهربائية، السباكة، الخياطة، التصميم. دي كانت النظرية الأساسية. على أساسها جه جاردنر وقال من ال3 دول بتتقسم ذكاءات تانية. إيه هي بقى؟ قال في 9 أنواع لذكاءات. الذكاء اللفظي أو اللغوي، سمات الذكاء ده عنده القدرة إنه يتعلم اللغات بأنواعها سواء مكتوبة أو منطوقة. عنده القدرة إن يفتكر الأسماء كويس جدا سواء أسماء شخصيات أو أماكن أو تواريخ. يحب جدا القراية وماهر في الكتابة سواء قصص أو التعبير. النوع ده عنده نوع من الذكاء الأكاديمي وهو القدرة على الحفظ. طيب ايه بقى نوع الذكاء التاني؟ الذكاء المنطقي او التحليلي. سمات الذكاء ده انه شاطر جدا في التحليل وحل المشكلات بطريقة منطقية، شاطر في البحث العلمي والتعليل اللي هي الأسئلة علل، والاستنتاج والنقد. أصحاب النوع ده من الذكاء ممكن نقول عليهم جامدين، مش بيحسوا لأنهم في الحقيقة بيستخدموا دايما الواقع والتحليل بغض النظر عن المشاعر الإنسانية. النوع ده كمان بارع جدا في التعامل مع المسائل الحسابية، وعنده متعة جديدة يحل الألغاز ويقرأ الاكتشافات العلمية ويعرف ازاي الحاجات بتتعمل وبتتكون من ايه، وبيحب جدا يتعامل مع أجهزة الكمبيوتر كأجهزة مش ككمبيوتر، يعني اللي جواه، والأجهزة التانية بصفة عامة. شاطر في التعامل مع الأزمات. النوع ده من الشخصيات هو ذكي أكاديميا بس في كل ما هو خاص بالرياضة والفيزياء، يعني كل المواد اللي بتحتاج للفهم، أما المواد اللي بتحتاج للحفظ هو مش شاطر فيها. ثالث نوع من الذكاءات الذكاء الحسي أو الحركي. سماته يحب جدا الحركة وماهر قوي إنه يتعامل بصورة جسدية لحل المشاكل أو يحقق هدف. النوع ده بقى ايه؟ مش بيحب الدراسة وذكائه مش أكاديمي، لكن بيميل أكتر للذكاء المهاري اللي هو زي ما قلت الرسم، الحاجات، التصليحات، كل ده. رابع نوع من الذكاءات الذكاء التفاعلي أو نقدر نقول عليه الاجتماعي. سمات الذكاء ده إنه بيقدر يعرف الناس بسهولة، وعنده قدرة على التواصل والحوار بصورة تلقائية جديدة. عنده قدرة كمان يميز الشخصيات ويعرف الناس المتلونة، يعني مش بينخدع. عشان كده هو شاطر إنه يختار الأصحاب. صاحب النوع ده من الذكاء محبوب جدا من كل اللي حواليه، بيحب يشتغل في العمل الجماعي وعنده مهارة يكون قائد لأنه ماهر في التنظيم، التواصل، المفاوضات، لكن عنده مشكلة شوية في الدراسات أو أكاديميا لأنه اتجاهه رايح ناحية التواصل مع الناس. خامس نوع هو الذكاء الذاتي الفردي. الشخصية دي بقى سماته عنده فهم رائع جدا لنفسه، بيقدر كويس قوي يتحكم في انفعالاته ويفهم دوافعه وأهدافه، عارف كويس قوي مميزاته وعيوبه، وبيقدر يستغل كويس قوي مميزاته ويقدر يتعامل مع عيوبه ويطور نفسه. عنده كمان ثقة بالنفس، وعنده كمان انه يقدر يتحكم في مشاعره سواء الفرح او الحزن. بيعرف يعمل ضبط نفس وما يظهرهاش قدام الناس لو مش عايز يظهرها. بيقدر كويس قوي يواجه مشكلات الحياة وبيتكيف على التغيرات اللي بتحصل في الظروف اللي حواليه.
بيحب بقى الشغل لوحده مش العمل الجماعي. صاحب النوع ده من الذكاء عنده ذكاء أكاديمي بصفة عامة، وهقول لكم ليه لما نتكلم إزاي تتعاملوا معاه. بس خليكم فاكرين صاحب الذكاء الفردي أو الذاتي عنده ذكاء أكاديمي سواء حفظ أو تحليلي ومنطقي. سادس حاجة نوع الذكاء النغمي الموسيقي، ومن كلامه كده أو من الاسم هو شاطر قوي إن يعرف النغمات والأصوات والموسيقى، ويعرف يميز بينهم، ويعرف يميز بين الألحان، ويحب يسمع الموسيقى والشعر، ويعرف يميز الأخطاء. لو حد قال شعر مش متناسق يعرف يميز إنه ده القافية بتاعته مش كويسة، النغمة هنا كانت شاذة شوية. هو شاطر كمان في حفظ الأغاني بسرعة، لكن مش شاطر في حفظ المواد. من هنا بنرد على أسئلة الأمهات، بيحفظ الأغاني لكن مش بيحفظ المواد، لأنه ذكائه على الأغلب هو ذكاء موسيقي أو نغمي، لكن ذكائه مش متجه للذكاء الأكاديمي. سابع نوع من الذكاء المكاني أو البصري أو الجغرافي، سماته بيعرف قوي يتخيل المساحات من غير ما تكون قصاده، يقول الأوضة دي كذا في كذا. كمان يعرف المناطق بسهولة، يقدر يرسمها في ذهنه، يقدر كويس قوي يقدر حجم المساحة والمكان، ويعرف اتجاهات الطرق. كمان شاطر قوي ان يعرف الوجوه والاماكن بادق التفاصيل. لو راح مكان مرة واحدة بس يثبت في ذهنه، لو قابل شخص مرة واحدة بس صورته تثبت في ذهنه مهما طال السنين. شاطر طبعا انه يرسم الخرايط واللوحات والجداول، ويلعب الالعاب اللي فيها متاهات والتركيب. هو نقطته إنه دايما يحتاج صورة ذهنية أو ملموسة عشان يفهم المعلومات. صاحب النوع ده من الذكاء عنده جزء من الذكاء الأكاديمي فيما يخص المواد اللي فيها خرايط وجداول ورسوم. تامن نوع من الذكاء هو الذكاء الطبيعي، اللي هو الشخصيات اللي بتحب الحيوانات وتحب تبقى في الطبيعة، تحس بالراحة وهي في وسط الحاجات دي، تحب تعرف كل حاجة خاصة بالطبيعة من حواليه، متكونة من ايه، أساسها ايه، كبرت ازاي. هو كمان شاطر قوي اللي هو يعيد تصنيع الحاجة من شيء كان قديم ويعيد استخدامه، طبعا بعد ما يحط هو اللمسات الخاصة بيه. صاحب النوع ده من الذكاء هو بيتميز بالذكاء في كل الدراسات الخاصة بالطبيعة زي العلوم، لكن عنده مشكلة في الحفظ والرياضة. تاسع نوع والأخير من النظرية دي هو الذكاء الوجودي أو الروحي. عندهم قدرة رهيبة على التأمل في المشكلات في الكون، عندهم أسئلة عن الحياة والموت والأبدية والقيم وتطويرها. كل الأسئلة الوجودية دي صاحبها بيبقى نوع ذكاء وجودي. الأسئلة دي هم بيقدروا من خلالها يكونوا وجهة نظر فلسفية للمجتمع وليهم. طبعا بالطريقة دي بيقدر يتجاوز كتير من الأزمات ويتحرك مكان لمكان، مش مشكلة، بيبقى عنده نوع من أنواع التكيف. النوع ده من أصحاب الذكاء ما عندوش صعوبة خالص في الدراسة، لأنه من حيث المبدأ ذهنه فلسفي مفكر، عشان كده ما عندوش صعوبة في الدراسة. آخر بقى نظرية هي نظرية لدانيال جولمان، قال كده إنه في نوع عاشر وهو الذكاء الوجداني، والذكاء الوجداني ده هو تقريبا يجمع بين الذكاء الفردي والذكاء الاجتماعي. ذهنه دايما عنده فكر ذاتي إيجابي. سماته عنده القدرة يحدد مشاعره كويس قوي، عنده القدرة أن يكون بيشجع نفسه، ما عندوش مشكلة لو فشل يشجع نفسه أنه يقوم ويستمر، مش بيستسلم للإحباط خالص، دايما بيشجع نفسه. مع الناس بقى بيعرف كويس قوي يستوعب نقد الناس ليه ومش بيتضايق، بيقول النقد ده بيبنيني ومش سلبي ليا. وهو كمان بيحب يشجع الناس قوي وبيظهر قوي التعاطف معاهم لما يكونوا متضايقين. طبعا الشخصية دي عندها جزء كبير من الذكاء الأكاديمي. لو نلاحظ كده إنه نظريات الذكاءات دي بتقسم الناس لأنواع ذكاءات، محتاجة كل أم تعرف نوع ذكاء طفلها إيه اللي على أساس ده تبقى بتتعامل معاه. ممكن تلاقي طفلك عنده أكتر من نوع ذكاء. طب تعرفي إزاي؟ أول حاجة شوفيه شاطر في إيه، ممكن تقدري تقولي هو عنده الذكاء ده. تاني حاجة ممكن جدا تقولي طب أنا هقيم يا إما ذكاء اجتماعي أو أكاديمي أو مهاري، ومن هنا تبتدي بقى تشوفي طب لو أكاديمي واقع تحت أنهي فرع من اللي أنا قلته. آخر حاجة ويمكن ده أسهل حاجة اللي هي عندنا كده رابط لاختبار أنواع الذكاءات المتعددة لجاردنر، ولو لقيتي الفردي
التعاطفي أو الاجتماعي قريبين من بعض، يبقى هو عنده الذكاء الوجداني. بكده تعرفي نوع ذكاء طفلك عشان تتابعيني المرة الجاية وتشوفي تذاكري له ازاي.